صلة الرحم مفتاح البركة وزيادة الرزق. صلة الرحم مش مجرد عادة اجتماعية، لكنها عبادة عظيمة وسبب كبير من أسباب البركة والخير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني عاوز رزقك يزيد، عمرك يبارك، حافظ على علاقتك بأهلك، زورهم، اسأل عنهم، حتى ولو كان باتصال بسيط، فالود لا يقطع ولو بكلمة. قطع الرحم خطر عظيم. القطيعة مش بس بتسيب جفاء من الناس، لكنها كمان بتحرم العبد من البركة والخير وبتبعده عن رحمة ربنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: لا يدخل الجنة قاطع رحم. يعني صلة الرحم مش مجرد اختيار، لكنها طريق للخير وسبب في رضا ربنا ودخول الجنة. رمضان فرصة للم الشمل. لو في خلاف بينك وبين حد من أهلك، استغل رمضان وابدأ بالسلام، حتى ولو برسالة بسيطة أو مكالمة، لأن ده شهر الرحمة والمغفرة، والقلوب فيه بتكون أقرب للصفاء. وخيركم من يبدأ بالسلام. تذكر حديث سيدنا النبي: وخيركم من يبدأ بالسلام، فكن أنت صاحب المبادرة.